الخطوط الجوية الجزائرية، بشرى جيدة جدا للجزائريين. ستعيد شركة الطيران الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق 6 خطوط متوقفة في 2019 بين فرنسا والجزائر. الخطوط التي سيتم إعادة إطلاقها الخطوط الجوية الجزائريات 2014. في الواقع تخطط الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية لإعادة إطلاق 6 شركات طيران تم تعليقها في 2019 و2020 بين فرنسا والجزائر. ستبدأ الخدمات في مايو-يونيو 2023. إخبار ستسعد بالتأكيد الشتات الجزائري الموجود في فرنسا. الخطوط ال6 هي كما يلي: قسطنطين تولوز، تلمسان باريس، وهران مويتز، سطيف باريس سيديجي، سطيف مرسيليا، باتن باريس سيديجي. سيكون خط قسنطين وتولوز قابل للاستخدام من 13 من يونيو إلى 5 سبتمبر برحلة واحدة أسبوعيا على متن الطائرة بوينش 737. من ناحية أخرى سيبدأ خط وهران مويتز خدمته من 14 من يونيو إلى 6 سبتمبر برحلة واحدة في الأسبوع على نفس الطائرة. من المقرر رحلتان أسبوعيتان من 14 من يونيو إلى 8 سبتمبر على خط سطيف مرسيليا. أما بالنسبة لخط باتن باريس فمن المقرر أن يكون الأخير في 3 مايو برحلة أسبوعية على متن الطائرة بوينش 737. من ناحية أخرى سيبدأ خط وهران مويتز خدمته من 14 من يونيو إلى 6 سبتمبر برحلة واحدة في الأسبوع على نفس الطائرة. من المقرر رحلتان أسبوعيتان من 14 من يونيو إلى 8 سبتمبر على خط سطيف مرسيليا. أما بالنسبة لخط باتن باريس فمن المقرر أن يكون الأخير في 3 مايو برحلة أسبوعية على متن الطائرة بوينش 737. من ناحية أخرى من المقرر 4 رحلات أسبوعية في 6 مايو على خط سطيف وباريس. أخيرا من المقرر أن تبدأ 5 رحلات أسبوعية اعتبارا من 4 مايو، ولكن سيتم تشغيل خط تلمسان وباريس اعتبارا من 10 أبريل. شهدت شركة النقل الوطنية انخفاضا سريعا في أعداد ركابها وفقدت مبالغ هائلة بسبب كوفيد-19، وبالتالي فإن إحياء الخطوط هذا مفيد جدا لها من أجل استعادة حصتها في السوق. تغييرات مهمة في فرنسا. في الواقع سيتم إجراء بعض التغييرات على جزء العلم الوطني في فرنسا، وسيتم نقل جزء من الرحلات الصيفية المجدولة من مطار أورالي إلى مطار الرواسي سيديجي. قرار سيستمر من يونيو إلى أكتوبر. ومع ذلك هذه ليست فكرة جيدة لعادة مطار أورالي، ويأتي هذا التغيير بسبب الأعمال التي سيتم تنفيذها في مطار أورالي.